ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده بقى قررت ان انا ادخل بنتي معايا المطبخ ونعمل الوصفه سوا. ده بناء على طلبها، هي نفسها تدخل معايا المطبخ وتعمل معايا اي حاجه. فانا اخترت حاجه خفيفه كده تكون سهله تعرف تعملها وما بتاخدش وقت عشان ما تملش، وكمان تتعود ان هي تساعدني. ودي طبعا نصيحه ليكوا. خلي ولادكوا يدخلوا معاكوا المطبخ يساعدوكوا في اي حاجه ولو حاجه بسيطه. هم هتلاقيهم فرحوا وحبوا الموضوع جدا على فكرة، وبقوا بعد كده يطلبوا منك بقى كل شوية. يلا بقى دعموني بلايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وكمان روزي عايزة تعرف رأيكم في الوصفة، فلو عجبتكم متنسوش تسيبوا لها بقى كومنت تحت يحفزها ان هي تدخل معايا المطبخ وتعمل وصفات تانية. ولو اول مرة تشوفي القناة متنسيش برضو تعملي لها اشتراك وخدي لك لفة كده فيها، ان شاء الله هتعجبك. عندنا هنا بسكوت سادة. آه، تقطعيه بقى الحجم اللي انت عاوزاه. هي كانت مقطعاه كبير شويه، فانا رحت قلت لها لا، هنقطعه اصغر من كده. بيبقى شكله احلى في الوصفه، وكمان بيبقى سهل لما بتيجي تقطعيه بعد كده يعني. لما بتيجي تقطعي الكيك بيبقى بيتقطع معاكي بسهوله. انا بقى ابتديت بقى ان انا اساعدها، لان طبعا هي مش هتخلص كل الكميه دي بسرعه، هتاخد وقت شويه. فانا قلت بقى ننجز وقت، وابتديت كده ان انا اساعدها واقطع معاها البسكوت. عاوزه اقول لكم ان الوصفه دي طعمه بجد حلوه جدا، وما بتاخدش وقت يعني. في 10 دقايق كده هتبقي انتي مخلصاها، وهتتحط في الفريزر، هتخرج هتبقى تحفه. كمان ولادك هيطلبوها منك باستمرار. بصوا، هي بقى كانت كل ما تخلص حاجه كنت بشجعها، بقول لها برافو، شطوره، قدرتي ان انتي تخلصي الحاجه دي. لو ولادك قرروا ان هم يساعدوكي لازم تبقي دعم ليهم وتشجعيهم على كده. ما ينفعش هما مثلا يكونوا طالبين ان هما يساعدوكم تقولي لها لا مش هتعرفي تعمليها، لا مش هينفع. اه، في حاجات طبعا لازم نقول عليها كده. في حاجات هما مش هيعرفوا يعملوها، او مثلا هتبقى خطر عليهم. لازم طبعا نوجه ونقول كده، ولكن في نفس الوقت يبقى البديل بقى في نفس الوقت كده. يبقى في بديل للحاجة دي ان هي تعملها. اي حاجة مثلا تانية ما تبقاش خطر عليها. طب بصي انتي مش هينفع تعملي دي عشان خطر عليكي، خدي مثلا جربي دي اعمليها، وتبقي برضو واقفة معاها ومبشراها علشان يبقوا في الامان. انما احباط خالص كده ونقول لها لا مش هينفع تساعديني، او مش هينفع ان انتي تعملي كده، مش هتعرفي، لا زي ما قلت لكم. بتبقى بطريقة كده غير مباشرة. نديها مهمة تانية، نكلفها بحاجة تاني هي تقدر تعملها، وبرضو نبقى واقفين معاها ونساعدها. هي كده خلاص خلصت تكسير البسكوت. في بولة بقى تانية حطيت نص كيلو من اللبن، عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وعليهم مكعبين كده من الزبدة. بصوا هنا الزبدة لزقت في البولة، فهي بتحاول بقى ان هي تخرجها، بتخبط عليها كده على اساس ان هي كده هتنزل يعني. وبعد كده بقى حطينا شوكولاتة خام. الشوكولاتة اللي بالحليب طبعا يفضل، عشان بيبقى طعمها مسكر شوية، لان الوصفة هنا اعتمادها الكلي على الشوكولاتة، عشان بس ما تكونش مررة شوية على الولاد. فنختار شوكولاتة نوع كويس بالحليب علشان يبقى طعمها حلو. وهنحط الفانيليا ونميكس بقى كله ده مع بعضه. المقادير دي كلها هنخلطها على بعض ما عدا الشوكولاتة، بس هنخليها في الاخر لما بقى كل الخليط ده بقى يمتزج مع بعضه. وهحطه على النار، وبعد كده بقى اضيف بقى في الاخر الشوكولاته اللي انا كنت سايباها ما استخدمتهاش. هحطه على النار، بس انا مش عاوزاه يغلي اطلاقا. هسيبه بس كده يمسك نفسه شويه قبل ما يغلي، وبعد كده هطفي النار عليه. وهحط بقى الشوكولاته اللي انا كنت سايباها في الاخر، هحطها وهبتدي كده برضو اقلب تاني تقليبه بسيطه. انتوا هتلاقوا الشوكولاته ساحت لوحدها. الشوكولاته ما ينفعش تتعرض للنار المباشره خالص. لو اتعرضت للنار المباشره هتلاقيها خرزت معاكي كده وطعمها مرر ومبقتش حلوه اطلاقا. فبعد ما نخلص تقليب الخليط ده، وزي ما قلت لكم نحس ان هو بقى سميك شويه او بقى ماسك نفسه شويه، بعد كده هنحط بقى الشوكولاته تسيح فيه وهو سخن. مش هنبقى فاتحين النار خلاص، احنا هنبقى قفلناها.
ونقلبها كده كويس لحد ما تسيح كده جوه الخليط. وكده خلاص تمام قوي. بصوا زي ما انتم شايفين الوصفه ما فيهاش اي حاجه خالص، هي المكونات حطيناها على النار، وقبلها كنا مكسرين البسكوت. هنحط بقى كل الخليط ده على بعضه. طبعا الوصفه دخل فيها نار، ما ينفعش خالص ولادك هم اللي يشتغلوا في الخطوه دي. انتي طبعا اللي تبقي شغاله، هم يعملوا الحاجات السهله البسيطه زي ما قلنا، انما الحاجات الخطر لا طبعا احنا نعملها بنفسنا وهم بس يساعدونا. هي هنا خلاص بقى حطت البسكوت على الخليط، وهبتدي بقى انا كده اقلبه بالسبتيوله، همزجه كده كويس مع بعضه. وبعد كده بقى عندك ورق زبده او ستريتش راب، اي حاجه تقدري تلفي بيها الخليط ده كده على بعضه ويدينا الشكل الاسطواني. او لو قالب انجلش كيك برضو تقدري تحطيه فيه وتغلفيه بس من فوق، وبعد كده تدخليه الفريزر هيبقى برضو حلو جدا. بصوا انا هنا بلف بقى بالستريتش راب كده، لفي بقى كويس جدا علشان مفيش حاجة تخرج منه. طبعا مش هنسيبه كده، برضو هنلفه بحاجة تاني لان هو هيدخل الفريزر، وانتي كمان مش هتبقي تعرفي، يعني مش هتعرفي تتملكي منه لما تيجي تشيليه وتدخليه الفريزر، مش هتعرفي تتملكي منه. فهنلفه برضو بورق ألمونيوم علشان نقدر نتحكم فيه. هنلفها كده زي البونبوني من ناحيتين، وبعد كده هدخله الفريزر مثلا 4 ساعات، يبقى مسك نفسه حلو جدا. لو خرجتيه قبل كده هيبقى فيه اجزاء كده لسه ما مسكتش نفسها. هما هنا الولاد استعجلوا عليه وقالوا لي لا لا كده بقى تمام وزي الفل، طلعيه يا حبيبتي لسه شويه احنا حاطينه ما بقالناش حاجه يعني. راحت قالت لي لا انا عاوزاه دلوقتي يا مامي. طب بصي عليه كده شوفيه هتلاقيه مسك نفسه. طيب تمام انتي مصممه. رحت مخرجاه من الفريزر، ولقيت برضو فيه اجزاء زي ما انا قلت لها لسه لينه شويه، بس هو بصراحه كان تحفه. عشان هي بقى اللي كانت عامله بقى الوصفه بقى المره دي، فمستعجله بقى تشوف النتيجه. دوقتها كده حته، وبعدين دخلت بقى الباقي تاني الفريزر، بس انا خرجته عشان ما زعلهاش يعني، عشان اوريها بقى نتيجه الوصفه بتاعتها التحفه دي. وبعد كده بقى دخلت تاني باقي الرول الفريزر عشان برضو بقية الاجزاء اللي لسه لينة تكون مسكت نفسها شوية. وبجد وصفة سهلة جدا وسريعة. انصحكم انه تخلوا ولادكم يعملوا معاكم الوصفات اللي زي كده السهلة اللي ما بتاخدش وقت، اللي هم يعرفوا ويقدروا يعملوها علشان يتعودوا ان هم يساعدوكم. ما تنسونيش بقى في اللايك، وتفرحوا روزي بكومنت تحت تقولوا لها رأيكم في الوصفة عجبتكم ولا لأ، وتعمل معايا وصفات جاية كتير ولا ايه. شجعوها بقى، وما تنسوش اهم حاجة الاشتراك على القناة وتفعيل جرس التنبيه. في رعاية الله.